اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم صينيه سمك سردين في الفرن بطريقه سهله جدا وبسيطه وتتبيله روعه. اول حاجه عندي كيلو من السمك السردين غسلاه ومنضفاه. عندي الخضار طماطمايه فلفل اصفر واخضر وبصله مفرومه وليمون ومعلقه كبيره من الثوم المفروم. عندي البهارات ملح وكمون وبابريكا وكركم ومعلقه من الكاري كله معلقه صغيره. وعندي 3 معالق من زيت الذره. محضره عندي قالب نزلت فيه بمعلقه الثوم مع البهارات و3 معالق زيت الذره. هبتدي اقلبها بالشكل ده، تديني تتبيله حلوه قوي، ريحتها وطعمها تحفه. هعصر عليها ليمونتين كبار زي ما انت شايفه بالشكل ده. هبتدي بقى اشيل البذر دوت اهو بالشكل ده كده، طريقتها سهله خالص. هجيب بقى عندي الفلفل والطماطم. انا جايبه عندي فلفل اصفر واخضر وعندي طماطمايه كبيره متقطعين قطع صغيره بالشكل ده. هبتدي اقلب التتبيله مع الخضار اهو بالشكل ده كده. هجيب بقى عندي سمك السردين وهبتدي انزل بيه على التتبيله، هقلبه معاها، هياخد من التتبيله بجد طعم وريحه خطيره زي ما انت شايفه بالشكل ده. هو انا مش هسيبه في التتبيله كتير، انا هعمله على طول زي ما انت شايفه كده. هجيب بقى عندي محضره عندي الصينيه اللي انا هعمل فيها. هجيب عندي البصله المتقطعه قطع صغيره وهبتدي افردها في ارضيه الصينيه بالشكل ده، وابتدي ارص السمك السردين عليه زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك من وصفاتي. اهو انا رصيته بالشكل ده كده. هجيب بقى عندي شرايح من الليمون، انا عصرت ليمون وهبتدي ارص عليه شرايح من الليمون زي ما انت شايفه بالشكل دوت. انا ظبطته بالتتبيله. هولع الفرن على درجه حراره 180 درجه كده. عندي بقى صينيه السردين بقت جاهزه، هدخله الفرن، هياخد في حدود نص ساعه. هطلعه وهيبقى معايا بالشكل ده طالع، مش عايزه اقولك على الريحه والطعم خطير، طعمه تحفه، ما خدش وقت خالص في السوا. عملت جنبه رز بالبصل، هيشرفك في اي عزومه هتعمليها، بجد طعمه حلو قوي غني بالفيتامينات. يعني انتي على الاقل اعمليه مرتين في الاسبوع، بجد مفيد جدا، طعمه حلو قوي. بصي اللحم بتاعه ابيض ازاي، مش عايزه اقولك على طعم التتبيله نفسها خطيره. جربيه بطريقتي، ولو عجبك اكتبي لي في الكومنتات، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله هتعجبك. السلام عليكم.